طاقة النهاردة معايا طاقة عامة للبعض منكم. طيب أنا شايفة إن في شخصين اختلفوا، ما بينهم كان في حب لكن حصل اختلاف وبالفعل حصل انفصال أو طلاق. الشخص دوت لسه بيفكر فيكي رغم ان انتي بتشدي عليه، او بمعنى اصح بتأدبيه في الطاقة دي. لكن انا شايفة ان الشريك دوت لسه بيحبك، وان الشخص دوت لسه عايزك. فارق بينكم اطفال، او فارق بينكم حياة زوجية. عنده رغبة شديدة جدا في الرجوع، بس حاسس ان هو عمل حاجة غلط، وحاسس ان انتي مش هينفع تسامحيه على طول. ورغم كده بيحاول يراقب من بعيد. هو ما خدش خطوة لحد دلوقتي جدية، ما بيبصش ليكي مباشر في الطاقة، بس انا اقدر اقولك ان الشخص ده مش مرتاح ابدا من غيرك، ومش حاسس ان هو فعلا الطاقة دي اللي حصل فيها الانفصال مش تدخل لا طرف تالت ولا تدخل اهل. الطاقة اللي قدامي دي بتقول ان حصل خناقة واختلافات بينك وبين الزوج، يعني كان في خناقة بينك وبين الزوج، وبالفعل تم الطلاق بينكم. وبالفعل بعد فترة ان الشخص دوت ندم على بعده او على الطلاق اللي حصل بينه وبينك. انت كمان ندمانة، بس انت بتحاولي ان انت تظهري ان انت مفيش حاجة، او ان انت احسن من وجوده واحسن من ان هو موجود. انا عايزة اجي النهاردة واقولك ان طاقتك فيها رجوع بينك وبين الشخص، وفي كمان ان الشخص ده هيرجع ليكي بطاقة غير ان هو كان فيها. عندك رجوع حق، وعندك كمان تصليح لأمور بينك وبين الشخص ده. يعني لو كان في عيب، او لو كان الشخص ده بيعمل حاجات بتضايقك، انا اقدر النهاردة اقولك ان انت راجعة انت والشخص ده في طاقة جديدة، طاقة جذب جديدة للشخص، حب ومشاعر وود، ومفيش طلاق بينك وبينه تاني. كل اللي عليك النهاردة تستقبلي الطاقة 7772. ده كود روحاني متفعل معاكي النهاردة للناس اللي انطبق عليهم الطاقة. فعلي معايا الكود دوت علشان تبدأي تشوفي خلال 42 ساعة اللي جايين ايه اللي هيحصل معاكي، وايه الجديد اللي هيحصل معاكي، وايه البشرة تاني ان هبشرها لك مع رجوعك مع الشخص ده.